صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ ما بعرف كم مرة عدت الستوري حرفيا، فكيف ما بده يطلع الستوري خلص. تمام. ليه هالفترة عم حس ما عم أعرف صور سنابات؟ ما تسألوني، حرفيا ما حدا يسألني. يعني عم عيد الستوري كذا مرة، آخر شي بطفي الكاميرا وبقول خلص عمرينا ستوري وما كانت. بضل شي ساعة والله عم عيد الستوري، متخيلين؟ فخلص كيف بدها تطلع تطلع. المهم اليوم عم ننقل كلياتكن عرفتوا انه اليوم نقلت بيتنا، ما ضل حتى على التيك توك ما عرف، ضل بس انتو. ايه ووتر. المهم قبل ما تدخل المي خلونا نتحدث شوي انه عنا نقلة بيت اخيرا بلشت مرتاح. تعالوا لكم يعني واخيرا اخذنا بيت. ثانيا حاطلع على الشام، تعرفوا رح خلص موضوع جواز السفر. ثالثا والاهم سوف اسافر. ورابعا انه ان شاء الله ما يطلع لنا شي جديد، لانه انا كل فتره برتب حياتي بخلص بيجينا شي جديد. فيا رب امان ادعوا لي يا شباب بنات. 40 دعوة غريب مستجابة، يعني اعتبروني هيك يعني اختكم الصغيرة يلي عن جد ضايعة بهالدنيا، يلي القصص ما عم تخلص على راسها. بكتشف جاكيتي متوسخ بعد ما صورت لكم حديث مدته 5 دقايق، فاكيد ما هعيد التصوير خلص. اسمعوا، اليوم عندي موعد دكتور اسنان. بدي احكي لكم شغله، ما رح فرجيكم اسناني، بس عن جد رح احكي لكم شو صار معي. انا قبل 2 سنين رحت على لبنان، كلياتكم كنتوا تشوفوا سناباتنا لما كنا نسافر وهيك. فلما طلعنا على لبنان انا وبدر سوينا اسناننا كوزمتيك فينير هيك اسمه. المهم هذا الفينير اللي نحن سويناه عبارة عن طبقة بنركبها على اسناننا، برد خفيف، وبنحط فوقه طبقة اسنان، يعني عرفتوا كيف هيك قشرة. المهم هذا مدته من 6 شهور لسنة، اذا الواحد حافظ عليهم بيروحوا 2 سنين. تمام. كلياتكم شفتوا لما ركبتهم عملوا لي دفشة لتمي، انا من دون شي يعني طريقة وشي يعني تمي موديله مدري كيف، فلما حطيتهم بين انه في دفشة لتمي. كتير ناس يعني صارت اللي تمي كبران ومدري كيف، وانا هيك اوريدي ما حبيتهم. انا كان بدي ركب هدول بروحوا 15 20 سنة، بس بخاف من هيك قصص، انه هي اسمها مغامرة، انه تروحوا اسنانكم تبردوهم على الاخير وتسووا هي الاسنان، فهي اسمها مغامرة. قلت جرب اول شي هدول اللي بضلوا سنة، حبيت الموضوع، اوكي بنسوي ابو 15 20 سنة، بس انه فورا هيك نط على 20 سنة لا، الموضوع ما استوعبته وما حبيت، ما اقتنعت، كتير بخاف من هي القصص. المهم يا جماعة الخير رحنا على لبنان سويناهن. قبل ما اسويهم تعرفوا هدول العيون زرق اسنان فرق، انا هيك عيوني خضر واسناني فيهم فرقة، يعني فيهم فراغات مو كلهم، بس انه هي بالنص في إلها فتحة. فبزماناته انا من شي 2 لما رحت عند الدكتور قبل ما يسوي لي هي الاسنان قرر يسكر لي بحشوات هدول الفراغات. مع الأسف إنه هو ركب لي الحشوات بلون غير لون أسناني، فصار في فرق باللون، يعني هلأ مبين عليكم، فأنا بلا ما أفرجيكم خلص. المهم هذا الشيء الغلطة الواحدة شوفوا كفيلة إنه تنهي أسنانكم بالكامل. فهلأ أنا لما على الواقع عادي يعني لونهم عادي، بس إنه لما بالتصوير والكاميرا تقرب علي وهيك ببين إنه في لونين في فرق. فهذا الشيء بسبب الحشوات اللي أنا كنت مركبتهم. بعدين ركبت الكوزمتيك فينير اللي عم بقولكم عليهم، ما بعرف اذا عم احكيهم صح هيك اسمهم، بس بتذكر هيك. بعدين انا بعد 1.5 سنة شي يتكسروا، شي يروح كنت بدبي سوي سن يكلفني 200 دولار، شي يعني فتت متاهات فيهم صراحة، ما صدقت شلتهم. اذا بتاكلوا بزر بنكسروا، تخيلوا. تميت شي 1.5 سنة بعدين شلتهم، وكتير ارتحت لما شلتهم صراحة. فهلأ رح سوي تبعون 20 سنة يلي خلص حيضلوا معي بسبب
انه الحشوات هاي الموجودة عاملة فرق لون بسناني. فقلت لكم غلطة واحدة كفيلة تنهي اسنانكم. صراحة انا كتير سمعت نصائح من العالم، اذا اسنانكم كويسين حافظوا عليهم واهتموا فيهم، ولا تروحوا تسووا هاي القصص وتخربوا اسنانكم. بس انا مضطرة، فلهيك اليوم رح بلش باسناني، يمكن ابردهم ما بعرف شو. رحت عند دكتور يعني شاطر الحمد لله. ايه، فالدكتور قال لي انه الحق على الدكتور اللي عمل لك الحشوات بغير لون اسنانك. يكون مثلا دكتور شاطر بيعمل لي الحشوات نفس لون او قريب من نفس اللون، مو لون جدا مختلف. مجرد ما انا بصور يعني شي بلفت الانتباه، اذا حدا يعني بيطلع شي بيلفت الانتباه. فهذا الشي كتير مقهورة ومزعوجة منه، وبتمنى هيك الزمن يرجع شوي لورا لحتى ما لا كان عملت هاي الحشوة ولا كان خبصت. ف غلطة واحدة هلا بدها تروح لي كل اسناني. بركي يعني خلص هو على الحالتين يعني حغير انا، مو بايدي، ومنها بصيروا يعني احسن. وان شاء الله ما اندم، لان انا بعرف حالي ما في شي بعمله الا بقول ندمت لو ما عملت. كتير مترددة بقراراتي، ما بعرف اخذ قرار هيك يعني اثبت عليه، فخايفة من هاي الشغلة. بس خلص حاتوكل على الله. واللي بركب هيك يعني سنة ونص وعادي وبيعجبوه اكيد بركب، بس انا خايفة يعملوا لي دفشة لاسناني او شي انه يأثر، لانه هدول ما حينشالوا خلص. صراحة ما كنت بدي افتح معكم هالموضوع، بس من كتر ما بتجيني تعليقات قلت لا، لازم برر لكم واحكي لكم. يعني بحكي لكم على كل شيء، ما وقفت على هالموضوع. المهم رح افتح شوي لايف، تمام؟ فتابعوا تيك توك نتحدث هنيك، اسألوني، بكون لايف بشوف كل الكومنتات عشان جاوبكم على كل سؤال بدكم اياه.